الوقوف على إجراءات الدفاع المدني والجهات الساندة في المحافظة في مقارعة تداعيات انتشار فيروس كورونا. تعرفون حضراتكم مشاهديكم الكرام بأنه الدفاع المدني ووزارة الداخلية عموما ألقت بثقلها كاملا في إسناد وزارة الصحة والتشكيلات الأخرى لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا. الإجراءات كثيرة ومتشعبة، لا تتعلق فقط بالقوات الأمنية اللي مكلفة بفرض القانون وحظر التجوال، إنما تعدى ذلك إلى إجراءات الدفاع المدني في عمليات التعفير والتعقيم التي ذرفت الآن لتصل إلى 150 مليون متر مربع في عموم التراب الوطني. حدثت انعطافة مهمة في هذه الجهود عبر اجتماع مشترك بين معالي السيد وزير الداخلية المحترم ومعالي السيد وزير الصحة المحترم. استضافته وزارة الداخلية مع قيادات الوزارتين. نوقش بشكل مستفيض كل ما يتعلق بما يلزم من إجبار أو إلزام المواطن لأن يكون طرفا مؤثرا كما هو في عملية الالتزام والوقاية والتباعد. شكلت 3 لجان في كل محافظة على مستوى بغداد، الكرخ والرصافة. معالي السيد الوزير ومعالي السيد وزير الصحة تفقدوا الأمر ميدانيا. مهمة تلك اللجان هي مهمة توعوية تثقيفية من شأنها أن تؤثر إيجابا على قناعات المواطنين حتى تستميلهم لأن يكونوا في الموعد ويكونوا في الموقع المراد منهم، يساهموا في عملية التباعد ومن ثم تقليص فرص واحتمالات حصول العدوى. هذه التجربة أمر معالي وزير الداخلية المحترم أن تنقل إلى المحافظات. اللجان فاتني أن أشير بأنه لجان من الأمن الوطني، من تشكيلات وزارة الداخلية، من الشرطة المجتمعية، من الدفاع المدني، من الصحة. كل وحدة من هذه اللجان تحتوي على هذه التشكيلة. كذلك نقلت هذه التجربة إلى المحافظات. اليوم أنا وأخواني في محافظة كركوك ومعاوني لشؤون الإطفاء والسلامة عقدنا العزم على أنه نضع هذا الأمر موضع التنفيذ. مساء هذا اليوم ستكون لنا جولة ميدانية لعمليات التعفير والتثقيف مع الإخوان في وزارة الصحة. أما في شأن موضوع الحرائق المحاصيل الزراعية فأيضا الوزارة وعبر اللجنة العليا لإدارة أعمال الدفاع المدني اللي يرأسها معالي السيد وزير الداخلية واللي ينيبه فيها السيد معاون الوكيل وزارة شؤون الأمن الاتحادي، عقدت عدة اجتماعات مع كافة المعنيين في دوائر الدولة. بحثت وما كان من استنباط دروس من العام الماضي. الحمد لله جاءت هذه الاجتماعات والتفاهمات والتنسيق كما تعلمون بنتائج إيجابية، حيث فقدنا العام الماضي ما ذرف على 55 ألف دونم التهمته النيران. الآن والحصاد على وشك أن ينتهي، يعني صلاح الدين ربما 10%، كركوك حسب مصادر الإخوان بالزراعة أيضا بلغت 80%، نينوى نفس النسبة. لم نخسر إلى الآن سوى 10,224 دونم، وهي نسبة أقل بكثير مما سجل العام الماضي. نعتبرها نسبة إيجابية ومقبولة إلى حد ما.